عندنا في مصر وبس مسلسلات ودراما رمضان ميزانيتها بتعدي المليار جنيه، ونجوم بتاخد ملايين، اجرهم كبير جدا. ويجي في الفصل الاعلاني يقول لي انا وغيري كمواطن غلبان اتبرع ولو بجنيه. حتى الاعلانات متقسمه لاتنين فرقتين بالظبط، لا اما اختار فيلتك، لا اما تعالى اسكن في الكومباوند الفلاني وادفع مقدم 10 12 مليون والباقي اقساط. انا اجيب لك 10 مليون منين والباقي اقساط؟ ما علينا. جزء تاني من الاعلانات عن البنوك عشان المستثمرين، برضو ما علينا. نرجع بقى للفرقتين، يا اما تسكن في الكومباوند الفلاني ويجيب لك نجوم واخده برضو ملايين يعملوا دعايه، لا اما اختار فيلتك وادفع 10 مليون والباقي اقساط. الكلام ده طبعا مش لينا، مش لعامة الشعب، ده لصفوة الشعب. والنوع التاني من الاعلانات تبرعات، اتبرع لمستشفى مش عارفه ايه، اتبرع لتحيا مصر، اتبرع لخير مصر، اتبرع لغارمات. يعني خلاص كده احنا حال مصر بين اتنين عبيد واسياد، ناس معاها فلوس كتير وناس مش لاقيه فلوس خالص. ده حالنا، هي كده اعلانات مصر بتقول كده، يا اما تسكن في افخم مكان في العالم يا اما تتبرع. لنا الله. كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم.